وسهلا بيكم. احب اقول لكم ان الاكل اللي بيتعمل في قناه اسرار سفره فاطمه رائع جدا، علشان كده اشتركوا في القناه ودوس لايك وشير. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير يا رب. إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة هتعجبكم جدا، وصفة إن شاء الله من وصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم بكل خير يا رب. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. المقادير سهلة وبسيطة. المقادير عبارة عن إيه؟ هنروح للجزار ومعانا بصلتين كبار وقرن فلفل حامي وربع كيلو برغل. انا هنا بجيب برغل الضحى عشان بيبقى نضيف ومفيهوش زلط ولا طوب ولا الكلام ده كله. بطحن البرغل الاول في المطحنه عندي، بنعمه خالص وبعد كده بغسل البرغل كويس جدا وبصفيه. وباخد معايا بصلتين وقرن فلفل حامي، وباخد معايا معلقتين كبار كفته بهارات، كفته مشويه سواء من السوبر ماركت او من العطار، وفلفل اسود ومعلقه صغيره مليانه بهارات لحمه، وطبعا الملح. باخد الكلام ده كله وبروح للجزار بخليه يقطع لي على 2 كيلو لحمه جملي او لحمه كبيره في السن سواء دي او دي. بخليه يقطع لي ربع كيلو ليا و150 جرام دوش، وبيفرم الحاجات دي كلها على وشين. طبعا لو ما لقيتيش بقى لحمه جملي او لحمه كبيره في السن، هتجيبي لحمه اللي هي الكندوز، طبعا هتكون احسن، بس احنا بنتكلم على ايه، على التوفير شويه. هنطحن بقى الحاجات دي كلها وبعد كده ايه، هنريحها في التلاجة. طبعا ان شاء الله انا هعمل الكلام ده معاكم في الكبه في القناه، يعني مش هعملها عند الجزار بعد كده، لا هعملها لكم انتوا في القناه لان هي وصفه سهله جدا بس طعمها حكايه. طبعا المكونات دي كلها هتعمل معانا 4 اكياس، 4 مرات يعني اكل، او 5 مرات كمان. هنشيل اكياس، هنعبيها طبعا في اكياس ونشيلها 4 وجبات او 5 وجبات، هناخد منهم وجبه هنعمل بها وصفه النهارده. وصفه رهيبه حرفيا تحفه، هتعجبكم باذن الله. هنجيب مثلا جزء من اللي احنا فرمناه كفته، وهنحط عليه نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهندعك ايه الكلام ده كله مع بعض. وهنكور الكفته سواء تكوريها او تعملها صوابع. هنجيب صينيه وهنحط فيها زيت. هنا الزيت دلق معايا شويه، لا الزيت الماده الدهنيه تحطيها قليله لان الكفته فيها دهون اصلا. هنشوح الكفته دي كويس جدا جدا، وهنا عشان مسمغين الكفته كويس هتلاقيها ما شاء الله ما بتفكش معاكي وتحفه معاكي. بس هنشوح الكفته دي كويس جدا جدا، وبعد كده هنشيل الكفته ديت وهنحط الخضار اللي هقول لكم عليه دلوقتي. عايزه اقول لكم كلمتين. عايزاكم تشجعوني علشان استمر معاكم. وعايزه رايكم في الوصفات اللي بنزلها، وطبعا برحب بكل اخواتي وحبايبي اللي معايا شرفت القناه، ولو في اي افكار معينه قولوا لي عليها. يا رب يحفظكم وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يديها له. طبعا احنا شوحنا زي ما قلت شوحنا الكفته كويس، والماده بقى الدهنيه اللي نزلت ديت هنحط عليها بصليه كبيره جوليان. هنشوح البصليه تشويحه كويسه، بعد ما اشوح البصله تشويحه كويسه هننزل بالخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا عباره عن ايه، قطايه كبيره مكعبات صغيره، وقرن فلفل حامي على بارد، واللي ما بيحبش اي حامي في الاكل طبعا ما يحطهوش. الاكل طبعا ده اذواق، بس انا يعني الحامي فيها بيبقى طعمها احلى يعني. بس وبعد ما احط الخضار القوطه والفلفل الرومي، هنزل برشه بسيطه فلفل اسود، لان كده كده الكفته احنا مبهرينها طبعا بكل حاجه. الكفته نفسها طعمها خطير اصلا. واستنوا وصفات تانية للكفته اللي انا قلت لكم عليها ديت، لان في وصفات ليها كتير. اعملوها بس عند الجزار او اللي عندها كبه تعمل نفس اللي قلت عليه بالظبط. وكل مره هقول لكم وصفه ايه شكل كل وصفه هتبقى ان شاء الله احسن من الوصفه اللي قبلها. جربوا الطريقه دي على ضمانتي، جربوها بجد على ضمانتي وان شاء الله هتعجبكم. طبعا شوحنا البصله وبعد كده نزلنا بالقوطه شوحناها، وهنزل بالفلفل، واخر حاجه هنزل طبعا بها الايه الكفته. ما تنسوش بقى تصلوا على الرسول، انزلوا صلوا على الرسول في الكومنتات، عايزين نصلي على الرسول كتير كلنا، كتير جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام.
طبعا هننزل بمعلقه توم، انا نسيت اقول لكم عليها، كويس ان افتكرت. بس هننزل بمعلقه توم، هنشوحها طبعا مع الكلام ده كله، بتدي نكهه حلوه جدا. الوصفه سهله وبسيطه، وقومي يلا اعملي اللحمه عند الجزار، وان شاء الله الوصفه هتعجبكم باذن الله. اللي ما جربش الكفته بلحمه جملي يجربها هتعجبه. طبعا دي غير الكفته اللي هي كفته الحاتي. كفته الحاجه دي حاجه تانية خالص. احنا دي اسمها دي كفته برغل. كفته الحاتي دي ما بتحطلهاش اصلا برغل. ان شاء الله هعملها معاكم ان شاء الله في الايام الجايه باذن الله. انا هنا حطيت بهارات، رشه فلفل اسود وبابريكا، ورشه بهارات لحمه، بس كل الحاجات دي عشان ببهر يعني الخضار، رشات بسيطه جدا، لان اللحمه كده كده معانا. زي ما قلت في الاول خالص، هي كده كده اللحمه متبله. هنزل باللحمه اللي هي الكفته يعني، هشوحها تشويحتين، وبعد كده هنزل بنص كوبايه ميه، علشان خاطر الخضار يشرب من الكفته، والكفته تشرب من الخضار، هيبقى ميكس حلو قوي قوي. عايزين في الاخر خالص تجيبوا حته فحمه وتدوها طعم الفحم، اوكي مفيش مشاكل، براحتك خالص يعني. عايزين من غير فحم برضك ايه، عادي. طبعا ده شكلها النهائي، جربوها والله العظيم، يعني انا مش عايزه احلف، انا حلفت بس من غير حلفان، هي حلوه بجد. البتنجان ده كان عندي من قبل كده، حطيته يعني جنب الاكل، وكفته بقطعها لكم بوريها لكم انها جوسي وطعمها حلو قوي ما شاء الله، الله اكبر. يلا ربنا يحسن ما